السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بيك في فيديو جديد لطالب تانية إعدادي ترم أول 2000. ازيك؟ عامل إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله طالعين نشرح جرامر يونت 2، بيتكلم عن زمن ال present simple في active and passive. ولما نيجي نشرح الأكتف والباسيف تحس إن الطلبة خايفين من الدرس ده ومش بيقدروا يفرقوا بين الاكتف والباسف. ان شاء الله طالع لك النهارده نحل لك عقده الاكتف والباسف. تاني احل لك عقده الاكتف والباسف ان شاء الله. نهايه الفيديو لو ما فهمتش الاكتف والباسف يبقى انا ما اعرفش اشرح. ركز معايا لاخر الفيديو اعرفك ايه الفرق بين الاكتف والباسف، ازاي تطلعه بكل سهوله في الامتحان. بسم الله. احنا ان شاء الله عم نتكلم عن زمن واحد اسمه present simple، يعني المضارع البسيط. هناخد الزمن ده في الاكتف والباسف، يعني في المبني للمعلوم وبالمبني للمفعول. كالعاده في كل فيديوهاتنا اللي احنا بنأسس الطلبه بنعرفوا عنوان الدرس ده جه منين واصله منين وازاي افرقه وطلع منين وهكذا. فانت كده الخريطه معاك. هناخد المضارع البسيط طلع منه فرعين، اكتف وباسف. اكتف وباسف. طب دلوقتي انا عملت لك حركه صايعه، قسمت لك البورد، قسمت لك البورد نصين. فهنا احط الاي اللي هو الاكتف وهنا البي، يبقى هنا اكتف وهنا ايه؟ باسيف. طيب دلوقتي انا عايز اعرف ايه الفرق بين، دلوقتي انا عايز اعرف بين الاكتف والباسيف. يا مستر انت دلوقتي بتقول لي عايزة، انا افهمك ان شاء الله ايه الفرق بين الاكتف والباسيف. تعالى كده في كده من الانجليزي خالص ونطلع على العربي. نطلع على العربي في المبني للمعلوم والمبني للمجهول. لما اديك مثلا جمله بسيطه خالص في درس المبني للمجهول في العربي: شرح المعلم الدرس. شرح المعلم الدرس. عايز ابني للجمله دي لمجهول وغير ما يلزم زي ما هو بيقول لك. اول حاجه هتعمل ايه؟ هتقول ايه؟ شرح الدرس. فاعمل اول حاجه ايه؟ ده فعل وده الفاعل، واللي اتشرح ايه؟ الدرس اللي هو المفعول. فاول حاجه هنحذف الفاعل وهنضم. يبقى انت كده في لما قلت شرح الدرس، فاعل اللي هو المعلم حذفته. شاطر. يبقى انت كده في العربي حذفت الفاعل لما جيت بنيت لي المجهول. تاني لما تيجي تبني المجهول هتحذف مين؟ الفاعل. ده الف ب مبني للمجهول، انت تحذف مين؟ الفاعل وتضم الاول وتكسر ايه؟ الحرف اللي قبل الاخير. صح. ده كده في العربي. طب في الانجليزي بقى، في الانجليزي انا مديك في الكورس، في السمر كورس، الجمله بتتكون من ايه؟ بتتكون من فاعل وفعل ومفعول. صح. ده الجمله العاديه بتاعتي بالاكتف. طب انا عايز اعملها بس تاني تاني لما ابني للمجهول في العربي بعمل ايه؟ بحذف الفاعل. صح. طيب في الانجليزي بقى الجمله العاديه اللي هي الاكتف، اللي هي الجمله المبني المعلوم، بتكون فيها فاعل. لازم الفعل ده موجود وابدا بيه الجمله وبعد كده الفعل وبعد كده المفعول. طب في الباسف بقى اعمل مقص. طب في الباسف هبدا بالاوبجكت اللي هو المفعول. الاوبجكت اللي هو المفعول. صح. يبقى انت كده والفاعل هتجيبه في اخر الجمله. سؤال: في العربي حذفت الفاعل؟ ايوه. طب في الانجليزي لا، هتخليه يحل محل المفعول في الجمله المبني للمعلوم. هتجيب مين؟ الاوبجكت اللي هو مين؟ المفعول. واحط بي، ده المصدر بتاع بي، هيتصرف على حسب الزمن. وبعد كده احط التصريف الثالث، وبعد كده احط باي. قلت لك هنحط الاوبجكت اللي هو المفعول زائد البي زائد التصريف الثالث زائد الباي، كلمة باي اختيارية، واحط التاء السبجكت الفعل بتاعي. دي باسف، دي باسف ودي اكتف. سؤال: الفاعل موجود في المبني المجهول؟ ايوه موجود في الاخر.
سؤال، المفعول ركن المفعول موجود في الجملة الباسيف؟ أيوه موجود، يبقى الركنين موجودين. طب في العربي الفاعل بحذفه. ده شكل مين؟ ده شكل المجهول في زمن المضارع البسيط. كل زمن وليه مجهول. تاني، كل زمن وليه مجهول، ليه مجهول في التركيبة بتاعته. طيب بي ده هيتصرف لمين؟ أنا كنت لسه قايل لك هناك مضارع. بي ده هيتصرف فين في المضارع؟ بيتصرف ليه في المضارع؟ لام وإز وآر. شاطر. يبقى انا هحط الاوبجكت المفعول واشيل بي بقى هنا كده خلاص، واحط ام وإز وآر زائد التصريف الثالث اللي هو البي بي وباي والفاعل. باي دي اختياريه، ممكن اكتبها ممكن ما اكتبهاش. تيجي بقى نطبق، نيجي نطبق. قبل ما نطبق تاني الباسف، جمله الاكتف العاديه بتاعتي لازم أنا ابدا بيها فاعل. صح؟ صح، يبقى ابدا بيها بالفاعل. طب في الباسف لا، ابدا بالمفعول اللي هو الاوبجكت. هنا السبجكت هنا وهنا الاوبجكت. تاني المعلومه ابدا بيه. تاني المعلوم ببدا بمين؟ ببدا بالفاعل. طب في المجهول ببدا بمين؟ ببدا بالمفعول. نيجي بقى نطبق ونوريك ازاي تفرق بين الباسيف والاكتف. تعالى يا قلبي بقى ايه، نيجي بقى للحظه الحاسمه اللي انا هقول لك فيها تفرق بين الباسيف والاكتف. انا عامل لك زي ما قلنا في اول الفيديو، قلت لك ان ده الاكتف وده ايه؟ الباسيف. طيب هناخد بقى ايه؟ نسمي بقى، هناخد التكوين والنفي والسؤال. معلوم ومجهول. ده كده معلوم، الامثله دي معلوم وديت مجهول. دي معلوم ودي مجهول. طيب نفتكر مع بعض. تيتشرز ده فاعل، واكسبلين ده الفعل. the rules of behavior ده الاوبجكت. واحده واحده معايا. teachers اكسبلين. teachers معلمين، معلم هيشرح الدرس، معلم هو اللي هيشرح الدرس مش الطالب. يبقى ده قام بفعل الشرح، يبقى ده الفاعل وبعد الفعل ومفعول. طيب teachers اس ده فاعل جمع، ياخد الفعل بدون اضافات. اضافات مين؟ اس اس اي اس، فاعل جمع زائد فعل بدون اضافات. طيب شلت مثلا teachers وحطيت هي مثلا، هي هحط هنا ايه؟ اس. ليه؟ عشان ده فاعل مفرد. يبقى تكوين البريزنت سيمبل فاعل جمع زائد فعل بدون اضافات. طب فاعل مفرد فعل مضاف له اس اس اي اس، ده التكوين. ده اكتف، عايز احوله لباسف. قلت لك في الباسف ببدا بمين؟ بالمفعول اهو. the rules of behavior كده، ده باسف صح؟ the rules of behavior. هنا the rules of behavior كان هنا ايه؟ object صح؟ فهنا حطيت الاوبجكت الاول عشان ده باسف. طيب احط مين؟ البي. the rules ده جمع، احط مين؟ are. والتصريف الثالث من الفعل الرئيسي اللي هو الاكسبلين، explained. واحط كلمة باي teachers. تاني عشان انا عارف برضو لسه انا لسه ما اديتكش التركايه اصلا انت تفرق بين الاكتف والباسف اصلا لسه. ده رولز اوف بيهيفير كان هنا الاوبجكت، حطيت هنا الاوبجكت عشان ده الباسف ببدا بالمفعول. وهنا لازم احط مشتق من بي. هنا ده رولز جمع فهنا احط ار. هنا وفي التركيب احط التصريف تاني اكسبليند تصريف ثالث وباي والفاعل. تيتشرز كانت الفاعل، هنا باي والفاعل. يبقى هنا عكست، خليت الفاعل مفعول والمفعول فاعل. طيب هفرق بين الاكتف والباسف ازاي؟ في اللي تشوز. طبيعي، في الطبيعي ان هو هيديني ذا رولز اوف بيهيفير مثلا اكن ما حلتش السؤال اهو، وراح مديني نقط ومديني الفعل اكتف وباسف. هيديني اكسبلين ولا ار اكسبليند. ده اكتف وده باسف صح؟ صح. طيب انا هفرق ازاي بقى؟ احدد اللي قبل النقط ده نقط. ده كني مديني تشوز يا جماعه، مديني تشوز في الامتحان. ده
اللي قبل النقط صح؟ احدده واحدد الفعل اللي قبل النقط واعوض بيه. تاني احدد اللي قبل النقط واحدد الفعل اللي موجود في التشوز واقارنه بين اللي قبل النقط واللي في النقط. مثلا the rules of behavior، قواعد السلوك هتشرح نفسها ولا هتشرح؟ قواعد السلوك دي هتقوم بفعل الشرح ولا هيقع عليها الشرح؟ لا، قواعد السلوك هتشرح. قواعد السلوك دي هتشرح. لا، دي هتشرح. مين اللي هيشرحها؟ المعلمين. يبقى دي هتشرح وقع عليها الفاعل، يبقى ديت اوبجكت. نيجي هنا مديني تشوز واديني اكسبلين وار اكسبلين واحط تيتشرز مثلا اهو تيتشرز. احدد اللي قبل النقط والفعل اللي موجود في الجمله. التيتشرز المدرسين هيشرحوا ولا هيشرح عليهم؟ لا، المدرسين هم اللي بيشرحوا، هم اللي بيقوموا فعل الشرح، هم اللي بيقوموا فعل ايه؟ الشرح. يبقى مين دول؟ يبقى دول الفاعل. يبقى دي الجمله ايه؟ اكتف. والجمله اللي فاتت بس تنتش ولا يهمك. ناخد المثال التاني. بص I uploaded some photos on social media. انا رفعت شويه صور على السوشيال ميديا. اي ده مين؟ ده الفاعل صح؟ الله ينور. ابلود ده الفعل. some photos ده المفعول. on social media ده كملت الجمله. عايز ابني دي اكتف ليه؟ عشان موجوده ببقى فاعل. وعايز اعمل الباسيف. فين المفعول؟ اهو some photos. هنا احط مين؟ بي. فوتوز جمع احط مين؟ ار. الله ينور. واحط التصريف الثالث من الفعل الرئيسي. فين الفعل الرئيسي؟ اهو uploaded. واحط كلمه باي والفاعل. فين الفاعل؟ اهو باي مي ديت احنا واخدينها في التاسيس. ضمير مفعول. وعارفين ان بعد باي بيجي بعدها ضمير مفعول. ان اي الضمير المفعول بتاعها ايه؟ مي. تمام. طب انا عايز بقى افرق بين الاكتف والباسف. نشوف الباسف. انا مديلي النقط اهو. انا مديلي اكني مديني ديت نقط كده. احدد اللي قبل النقط والفعل اللي موجود في الاختيار. الصور هترفع ولا هتترفع؟ حد هيرفعها على النت؟ لا، حد هيرفعها على النت. طب الصور دي هتترفع من تلقاء نفسها ولا حد هيرفعها؟ ايوه، يبقى دي وقع عليها. يبقى ديت ايه؟ اوبجكت. الله ينور. ويبقى ديت جمله ايه؟ باسيف. الله ينور عليك. هنا بقى اي هحط مثلا احمد ابلودد سام فوتوز اون السوشيال ميديا. احمد رفع شويه صور على السوشيال ميديا. احمد ده احدد احمد نقط مديني ابلودد او ار ابلودد. احدد الفاعل اللي قبل النقط. احدد اللي قبل النقط والفعل اللي موجود في الجمله. احمد ويرفع صور. احمد هيرفع صور ولا هيترفع صور؟ لا، احمد هو اللي هيرفع الصور. هو اللي هيقوم بالفعل. يقوم بفعل ايه؟ رفع الصور. يبقى ده الفاعل وده المفعول. هو ده الفيرب. كده فرقت بين الاكتف والباسيف بكل سهوله. ازاي بقى يا معلم محمد؟ الجمله تشوز او ريرايت. احدد اللي قبل النقط اللي هو هيكون يا فاعل يا مفعول. مفيش حاجه من الثلاثه، يا فاعل يا مفعول. وغالبا هيبقى مفعول. ليه؟ عشان هو بيشرح الباسيف. سكه ودغري اللي موجود في الكتاب. هتحدد اللي قبل النقط والفعل اللي موجود في اللي تشوز او الموجود في الريرايت. هتعمل علاقه بين ده وده. لو هو عمل الشيء الفعل، لو اللي قبل النقط هو اللي فعل الشيء يبقى ده الفاعل. طب ولو وقع عليه فعل الشيء يبقى ده الاوبجكت. حوار سهل وبسيط. طيب دلوقتي انت كده خلصت النص الاول من الدرس. يجي بقى الموديل فيربس. ايوه، الافعال الناقصه. انا كل فيديو اشرحها، مش عارف تقريبا كل فيديو اشرح الموديل فيربس. كل قاعده الموديل فيربس عايز ابنيها للمجهول. لما الموديل فيربس يعني الافعال الناقصه. قلنا قاعده الافعال الناقصه هي افعال ناقصه بس بتبني نفسها بنفسها في السؤال والنفي وفي المجهول. ايه؟
والله والله تبني نفسها بنفسها. ويت، وهنعرف دلوقتي القاعده بتاعتها. بص يا باشا، نيجي بقى اكتف وبس، نشرح بس ايه حته كده. شود، ايه هم الافعال الناقصه؟ شود، ماست، ماسد، كود، كان، شال، مايت، مايند، كان، كانت، وهكذا. دول الافعال الناقصه. طيب من لما اجي ابناهم للمجهول، طب ناخد بس حاجه حته اكتف كده نشوف التكوين بتاعها. الفعل بتاعي وشود ده الفعل اللي هو الموديل فيربس، وبعد كده بيجي بعدها الانفينيتيف. نركز بقى، الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر اهو. اكررها تاني عشان لما تفتكر، لما تنسى تفتكرني. بيجي بعدها المصدر، بيجي بعدها المصدر، بيجي بعدها المصدر، ادي 3 مرات عشان لما اجي بعدها المصدر. بيجي بعدها المصدر، بيجي بعدها المصدر. هتعرف دلوقتي انا بكرر ليه. يو شود ده الفعل، فعل. يور باسورد ده المفعول. نيجي بقى نبني المجهول. انا قلت لك نبدا بمين؟ بالمفعول اللي هو مين؟ يور باسورد، صح؟ صح. احط مين؟ انا لسه قايل لك قاعده الافعال الناقصه هي بتبني نفسها بنفسها، السؤال والنفي والمجهول. يبقى هنا احط مين؟ احط الفعل الناقص اللي كان في الاكتف. الله ينور عليك. يو شود، شود، شود بيجي بعدها ايه؟ ها؟ مصدر، مصدر، ها؟ مصدر، 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 مصدر اللي هما بيتصرفوا لمين؟ لام واز وار. لا خلاص يا باشا، ما فيش الكلام ده. مفيش الكلام ده، ما عنديش انا. الفعل الناقص بيجي بعده مصدر. طب ايه المصدر من ام ويز وار في البريزنت سمبل؟ بي. طب ايه المصدر من ووز وير؟ بي. وصلت؟ لسه قايل لك شود بيجي بعدها المصدر، شود بيجي بعدها المصدر، شود بيجي بعدها المصدر، شود بيجي بعدها المصدر. المصدر من ام ويز وار بي، المصدر من واز ووير بي. ليه؟ عشان لما اجي ابنيها للماضي، الماضي البسيط، استبدل ام ويز وار بوز وير. بس دي قاعده ثابته، ان الافعال الناقصه هي بتبني نفسها بنفسها بالسؤال والنفي والمجهول. بتبني نفسها بنفسها ازاي؟ هنا حطيت مين؟ حطيت الفعل الناقص، بنيت بالمجهول بالفعل الناقص. طب الفعل الناقص بيجي بعده ايه؟ مصدر. طب ايه المصدر من ام ويز وار؟ بي. ايه المصدر من ووز وير؟ بي. وهنا احط التصريف التاني، بدل من كيب تبقى kept. Your password should be kept secret. شلت should، حطيت must، حطيت كان. برضه هشيل ده واحط must، هشيل must واحط كان. شلت كان وحطيت might. نفس الكلام، هتبني المجهول. التركايه اللي تقارن بين هنا اي فعل وهنا الافعال الناقصه. اي فعل رئيسي، اكسبلين، رايت، ووتش، ووش، اي فعل. اما الفعل الناقص لا، ستوب، 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 ستوب. الفعل الناقص انا هبني نفسي في المجهول، انا هبني نفسي بنفسي. احط الفعل الناقص في الاكتف، احطه في الباسف، بس هيجي بعد ايه؟ مصدر. تمام كده يا رب تكون الاكتف والباسف ها بدات ايه تلمس معاك. تمام، استنونا بقى في فيديو الحل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.